مرضتش اقول لك كمل عشان ما تفهمش غلط، بس اخر الثبات ده لا ابدا هو هينزل ابدا بعد النزول ده. كمل للاسف تاني. ظهري ليه فلازم ارجع بظهري، بس انا الاتجاه فارق. هو هنا مش فاهم ان ده ظهري، فاهم ان انا خدت خطوه لان انا كسبت كويس. فممكن اروح بص بقى الرخامه اللي انا عاملها دي، اروح خطوه جوه كده ناحيته. بص عمل ايه، انا كده بستفزه. بص كمان خطوه. هو حظي انا ان القطه مش هتبقى بس ماشي، وهو بيهرب على فكره. هو بيطلع القطه دي هو بيهرب مني. لا المفروض ان الخطوره جايه منك انت اصلا دلوقتي. بص كمان واحد. كل اللي انا بعمله ده زياده، بضغط عليه شويه عشان انا كسبت. كمان واحد. طب كمان واحد. كان نفسي تبقوا شايفين علامه البيت دلوقتي. اوريها لهم عادي اهو. بص علامه الديل فين؟ تمام. من هنا. وهو بيتحاول يتجاهل الموقف. هو اللي بدأ يتحرك. التجاهل ده ليه بقى؟ لانه لقى اللي هو اعظم تصرف هو بيعمله هو ده انه كتفني وسام وهجم مش فارق وكمل. معاك. ما فرقش معايا. طب لو انا رجعت زي ما ادم كان بيقول ان انا كملت، كملت مشي، ده بالنسبه له بقى رجوع، لان هو بقى انا وهو في لاين واحد. مشيت كده مشيت كده مشيت كده، هو وبتحفز نقطه الهجوم. الارتكاز، فانا بقيت ببعد عنه، فهو هيكسب اكتر. لكن انا دلوقتي بتكلم عادي اهو خلاص لاني كسبت، واقدر اعمل زي ما محمد عمل ان انا اخد الليش كمان واتكلم معاه. او هرجع وادخل تاني. انا قاصد ان انا وانا راجع احسسه ان انا ايه، قلقان منه. هدخل المره دي خط مستقيم، مش ده الغلط اهو. بص هنا ده مسنه وسكت. تجاهل الموقف. تجاهل الموقف كده. بص هنا هو اللي بيطلب مني طبطب. ها مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بس انا هحاول الف جسمه. بصوا هو اللي بيجيب دماغه على دماغه جنب ايدك. هو هنا بيطلب ان احنا نبقى اصحاب. هو استشف ان انا كل ده انا ما اتكلمتش في بقى، بس انا بص بيهز دي له اهو. ها يلا طب اهو هو اللي طب. طالما هو اذن لازم اطبطب بحذر، بمعنى ما اطبطبش جامد وما امسكش اثبت ايدي. انا بمشي ايدي اهو. اديله هناك ايه؟ ثابت. شد عليا شويه وانت تجيش معاك زي عشان عايزهم يديله كيلو بين بس كده. اعلي الليفل شويه. ماشي انا سامح لك تطبطب بس مش مرحب. يلا تعال تعال هنا. بوي مارس. تعال يلا شت. تحت يلا تحت. شاطر. هو كده ايه، عرف ان انا كويس. ما كنتش اسالك سؤال بعدين. عادي. هنا هو لما نزل كلب نام واداك المناطق اللي هو بيخاف عليها. خلاص هو كمل لي لانه كمل معاك في انت السباق. هتبقى كابتن بعد كده. انا اسف بالظبط. هتبقى كابتن، انت داخل تعدل سلوك الكلب ده، فانت لازم تكسب عليه مساحه عشان كسبت تعرف ايه بقى؟ انا تشتغل دلوقتي كسبت ثقته باللي انا عملته، اللي هو ايه، انا وانت دلوقتي صحاب. في اسوأ من ان انا مدي ايدي عليك، او مش بلاش صحاب، احنا غربة عن بعض، وانا جيت اتخانقت معاك ومديت ايدي عليك، فانت رحت رادد عليا ازاي؟ يا عم خلاص ما تمدش ايدي، ممكن نحل الموضوع بهدوء. فانا همد ايدي تاني؟ معنى كده انت بتهديه. ده اللي عشان حصل يوصل بينه لحل. وبيني. هو مد ايده، هجم، اتخانق، لقاني ايه؟ بتقول لا له اتخانقت ولا عملت ولا خفت، بس تجاهلت اللي هو بيعمله. يعني قلت له بلغه جسمي ممكن نحل الموضوع بشكل غير ده. فابتدى يهدى، ابتدى ينزل، لقاني ايه؟
ما كملتش او ما ضايقتوش او ما شكلتش خطوره عليه، فابتدى خلاص يتاكد، خدت عليه مساحه، يعني خلاص عرفته ان انا ايه، تمام. ثقتي في نفسي اقوى من اللي هو استشف، فهو ايه ابتدى يقبل ده. فهو كمان قال لي ان احنا كده ايه تمام. افك الكمامه النهارده لو ده كلب عدواني؟ لا طبعا ما ينفعش. صح كده؟ يبقى مش معنى ان هو قبلني حتى واداني جسمه، لان ايه، في قاعده كده اسمها الاخطاء تحدث. طول ما انت مش عايز توصل للقاعده دي لازم معايير الامان عندك تبقى 200%. يعني من تاني سيشن، تالت سيشن، رابع سيشن، لازم الكلب ده وانا داخل ليه. ايه الحاجه بقى، طب اللي هيقول لي دي ايه الحاجه اللي تخليني مش هفك الكمامه؟ مش هفك الكمامه. مش هفكها ليه؟ ليه بقول تقلل ما نسبة فكهاش؟ الخطورة. ماشي، ايه يعني ايه اللي انا خلاني اقول ان انا مش هفك الكمامه دلوقتي؟ الكلب يعني نفسه من عدم ارتاحية الكلب. مش مرحب لسه، ما أو أسسليش لسه. ديله لحد ما اوصل ان انا وانا داخل عليه واعمل له كده. ثواني ما كنتش ماشي وانا داخل عليه ماكس. بص لسه ديله ما بيلعبش. فين، عشان كده ما ينفعش افك الكمامه، بس ما هجمش. فانا خدت معاه خطوه حلوه، هطبطب ماكس البوينت، بنبهه انه يحط ايدي كويس البوينت، لحد ما تلاقي الكلب وانت رايح عند العميل بيهز ديله وبيتنطط بيرحب بيك كانك صاحبه.